نعمل لكم ان شاء الله الدبيازه حقت العيد. ان شاء الله احنا وانتم بخير وعافيه يا رب، كل سنه وانتم بخير. السلام عليكم، يعطيكم الف عافيه حبايبي. عندي لكم اليوم الدبيازه، طبعا كل سنه وانتم طيبين. قرب هذه هي المكونات. طبعا كل الناس عندهم طريقه معينه في استعمالها، فانا زي ما انتم شايفين هنا حبايبي عندي زي ما انتم شايفين الجوز، البندق، اللوز البجري، الكاجو، هنا الفستق، طبعا نص كاسه سكر، وهذا المشمش، وهنا البخاره، وهنا التين، وهنا عقد التمر. العقد هذا زي ما قلت لكم هذا هو هنا نظفته. طبعا اشيل هذا ضروري، هذه اللي موجوده فيه. طبعا هذا اختياري، كل الاشياء اللي انا مسويتها اختياريه زي ما انتم شايفينها حبايبي. هنا الفستق لازم ننقعه، نقشره ونشيل القشر حقه. بعد ما شلنا قشره شوف كيف صار الفرق. هذا هو بهالشكل، شايفين؟ نطلع القشر حقه، شوفوا كيف المويه بعد ما نظفناه كيف طلعت. هذه هي جاهزه. شايفين حبايبي القشور؟ انا حطيتها قشورها كان هتطلع لي كذا، حتطفو في القدر على سطح القدر بهذا الشكل، فجدا شكلها مره بشع وبحلوه. فزي ما قلت لكم تتنقع ونطلع قشرها زي ما انتم شايفين كذا. وبس والله حبيت اعطيكم الفكره هذه، يعطيكم الف عافيه. القمر الدين زي ما انتم شايفينه بهذا الشكل، يكون النوع اللي فاتح مش في اسمر، يكون ناعم بهالشكل يعني فري اقصد، شايفين؟ فنبدا ان شاء الله معاكم القمر الدين زي ما انتم شايفينه. احط عليه مويه مغليه، يتنقع تقريبا من 6 ساعات الى 4 ساعات تقريبا. المهم بس يذوب، شايفينه هو ناعم عندي، بس شويه يعني ياخذ له 4 ساعات كذا او اقل من كذا. وبعدين اوريكم حبايبي ايش يسوي فيه. هذه هنا المويه المغليه، بسم الله، تقريبا 4 كاسات. طبعا حبايبي هذه المكونات كلها عندي من نص كاسة تقريبا، وهذه على كاسات زي ما انتم شايفينها. بس يذوب هذا وارجع لكم حبايبي. حطيت زبدة او سمنة، زيت عليها شوية زيت، هذا الكاجو نحمره تحمير بسيط جدا، هو بهالشكل بس. كمان يتحمر شوية التحميرة البسيطة. نحطهم مع بعض. حطينا البندق، وهذا بس يشقر كده زي ما انتم شايفين. الجوز خلص، احطه مع المجموعه هذه اللي انا مسويتها وارجع لكم حبايبي. الفستق بس يتحمر شويه وارجع لكم حبايبي. وهذه المكسرات خلاص خلصنا قليها، وهنا قطعناها زي ما انتم شايفين بهذا الشكل، يا انصاف يا ارباع. وهنا كمان نفس الشيء مقطعينها، خلي كذا حبه كذا عشان نبين شكلها الاصلي. وهنا البخاره نخليها زي ما هي بكبرها كذا. وهنا العقد نظفناه زي ما هو. وهنا السكر نص، واللي يبغى زياده ممكن يزيد. وهنا مويه الورد تقريبا ملعقتين. يلا حبايبي نكمل معاكم. حبايبي ممكن هو زي ما هو كذا حار، او نخليه يبرد شويه. بعد كذا حبايبي نخلطه بالخلاط كهربائيه
ممكن يذوب وما ياخذ وقت كبير معانا او وقت كثير. بدل ما 6 ساعات ممكن يكون ساعتين حبايبي، على حسب طريقتكم واحتياجكم. لو على السريع ممكن نعمل. بس اخلص واوريكم. شوفوا حبايبي، بس ذاب شويه، تقريبا ربع ساعه الى 20 دقيقه كذا. 20 دقيقه بس اخلطه وارجع لكم حبايبي. شايفين حبايبي؟ نرجعها في نفس المنقوع اللي خرجناها منه. خلاص ذابت، بس اغليها وتشوفونا حبايبي. شايفينه حبايبي؟ بدأ يغلي. القمر الدين هنا، السكر، بسم الله. حطينا التين هنا بالبخارة، بسم الله. طبعا كلها لازم تكون متنظفة. هنا المشمش، هنا المكسرات. طبعا المكسرات اي نوع انتم تفضلوه حبايبي، بس هذه انا اكتفيت بهذه. ممكن صنوبر يحطوا عليها وممكن يحطوا زبيب، بس انا اشوف هذه افضل بالنسبه لي انا. واللي عنده طريقه ثانيه بيسويها او يزيد عليها، لكم الاختيار في هذا الشيء. طبعا هذا انا صراحه ما ودي احطه صراحه، بس عشان خلاص اخذته فلازم اجربه، بحط منه شويه. طبعا لان الحبوب حقته لسه موجوده فيه، فاحس انها بتكون بتضايق. احط حاجه بسيطه بس بهذا الشكل، نخليه لحد ما يعقد وارجع لكم حبايبي. زي ما انتم شايفينها بدات تخلص، يعني تستوي ان شاء الله. ملعقه صغيره هيل مطحون، وهنا ملعقتين مويه ورد. طبعا في ناس يحطوا لنا قرفه ويحطوا قرنفل، بس انا اكتفيت بهذه الاثنين اللي هي مويه الورد والهيل، هيل مطحون ملعقه صغيره. 10 دقائق كذا واطفي عنها. هنا حبايبي خلاص استوت، تضل عليها لحد ما تبرد. في ناس ياكلوها دافيه وناس ياكلوها بارده. طبعا حبايبي نجهز برطمانات بهذا الشكل او الشكل اللي يناسبكم. شايفين فيه الدبيازه حقتنا خلصت، هذه هي ما شاء الله. نوزعها. طبعا ما نغطيها وهي حارة، تضل عليها لحد ما تبرد وبعدين ندخلها بالثلاجة. طبعا حبايبي لو مثلا نبغى نستخدم جزء منها، بعد اللي يبقى منه ما نرجعه في نفس البرطمانة هذه، لأنه حيخرب طعمها وحتحمض بعدين وحتخرب علينا. فالجزء اللي ناخذه منها ما نرجعه، أو نحطه في برطمانات صغار مقاس واحد نستخدمها مرة واحدة، واللي يبقى نحطه في علبة ثانية، بس ما نحطه مع العلبة نفسها هذه عشان لا تخرب علينا. ننتظر عليه لحد ما يبرد، وعلينا وعليكم بألف عافية. طبعا حبايبي المكونات والطريقة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ودمتم سالمين ومطبخ حلو، وفي أمان الله.